يتلوها على مسامعكم التلميذ الخيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل. الحمد لله القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السيد مدير متوسطة المجاهد بشوش بشير، السيد قائد فرقة الدرك الوطني سيدي عامر، السيد قائد الأمن أو دائرة الأمن أو أمن الدائرة بوسعادة، السيد قائد الحماية المدنية، الجمعيات المدنية الآخرة، أساتذة متوسطة المجاهد بشوش بشير، السيد المتصل، التلاميذ والتدريبات، الأكارم والكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فأقول وبالله التوفيق: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن اليوم نلتقي في هذا اليوم الموسوم باليوم المفتوح حول السلامة المرورية. لا يخفى على الواحد منا عدد الضحايا الذين يسقطون جراء إرهاب الطرقات، كما تسميه الصحافة، وهي حاضرة بيننا إذاعة تمسينا وجريدة التحرير. سقط مني سهوا أن أرحب بهما، فرحبوا بهم بتصفيقة حارة. نعم، قلت لا يخفى على الواحد منا عدد الضحايا الذين يسقطون جراء هذه الحوادث، وأسباب هذه الحوادث عديدة. نحن نلخصها في عاملين اثنين: عامل بشري وعامل مادي، أو هكذا كما قال رجال الأمن الحاضرون بيننا. وأيضا نحييهم ونبعث إلى زملائهم الواقفين في الطرقات أجمل تحية، وننحني لهم إجلالا وإكبارا منا
لهم وللدور الذي يقومون به. صفقوا لرجالنا الحاضرين وغير الحاضرين. نعم، هذا اليوم جاء من أجل المساهمة في التقليل من حوادث المرور، جاء من أجل المساهمة في التقليل من أعداد الأيتام ومن أعداد الأمهات الثكلى ومن أعداد الأرامل. هذا شيء يؤرقنا جميعا، جميع من لديه ضمير حي يؤرقه ما يحدث في الطرقات. دون إطالة يتفضل سيد مدير المتوسطة في كلمة ترحيبية تحت تصفيقاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم في مؤسستكم، مؤسسة أو متوسطة مجاهد بشوش كشاشة. نرحب بكل الأسلاك المدنية والعسكرية التي شرفتنا بحضورها اليوم في متوسطتنا من أجل هذا اليوم التحسيسي الذي يخص السلامة المرورية ومخاطر حوادث المرور. هذه الظاهرة التي تحصد الأرواح يوميا وشهريا وسنويا، حتى أن الجزائر أصبحت تحتل المراكز الأولى أو المراتب الأولى من حيث حوادث المرور. وحوادث المرور هذه الآن حتى في المناهج التربوية وزارة التربية الوطنية قد خصصت لها، خاصة في مادة التربية المدنية للأساتذة الذين يدرسون اجتماعيات، خصصت لها مجموعة من الدروس ومجموعة من الإحصائيات. مجمل هذه الحوادث سبب فيها كما تعرفون الإنسان، إلا أن المشكلة هنا فالإنسان عند كل المفكرين وكل الدارسين يقولون أن الإنسان هو أغلى رأس مال، أغلى من الثروة الباطنية وأغلى من الذهب وأغلى من أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الكون. ولذلك من واجبنا كأسلاك مدنية وعسكرية وتربوية واقتصادية واجتماعية كل المجتمع يجب عليه أن يهتم بهذا العنصر البشري. العنصر البشري هذا أو الممثل في الإنسان بالطبع نهتم به من الأسرة، ثم داخل المدرسة، ثم في الحياة الاجتماعية والحياة العملية. وبالتالي هذه الظاهرة يجب علينا أن نهتم بها وأن ندرسها ونعطيها حقها من حيث تعريفها ومن حيث ذكر الأسباب المؤدية لها والتي هي عديدة، وكذلك المخاطر أو النتائج التي تنتج عن هذه الحوادث المرور، بالإضافة إلى كيفية أو إيجاد الحلول وإيجاد الطرق الممكنة التي من خلالها نعالج هذه الظاهرة التي تضرب دائما بقوة في الجزائر. ونتمنى إن شاء الله من اليوم فصاعدا أن نقوم بتحسيس أبنائنا وأخواتنا وبناتنا وجيراننا وكل من هو يركب دائما سيارة أو يقود السيارة أو بالطبع يمر طريقا دون النظر إلى اليمين أو إلى اليسار، دون احترام إشارات المرور إن كان سائقا. وبالتالي يجب أن نعالج هذه الظاهرة من كل جوانبها. والله الموفق. مرة أخرى نرحب بكل الحضور. تلامذتي الأعزاء، يجب عليكم أن تصغوا إلى بعض الإحصائيات التي سيتقدم كل من قائد الدرك الوطني وقائد الأمن الوطني وقائد الحماية المدنية بإعطاء بعض الإحصائيات التي ستفيدنا إن شاء الله من الكبير إلى الصغير، ويدا في يد من أجل القضاء أو من أجل التخفيف من آلام هذه الظاهرة التي تضرب يوميا بقوة. نتمنى إن شاء الله أن تستفيدوا ونستفيد نحن أيضا. شكرا. كذلك تحضر من بين الحاضرين معنا في هذا اليوم المؤسسة التشريعية ممثلة في فرج الراية بسيدي عامر،
وقائدها الأستاذ محمد زرقوعي، نجدد لهم الشكر الجزيل على حضورهم ومساهمتهم معنا في هذا اليوم، بالإضافة إلى رواد العالم الافتراضي ومدير حساب سيدي عامر فانتكا، نشكره على حضوره لتغطيته لنا لهذا اليوم المهم. الكلمة الموالية لرجال الأمن، يتفضل السيد مدير أمن دائرة بوسعادة لإلقاء كلمة الإعلان. السلام عليكم. هذا اليوم المفتوح انتقلنا من مدينة من بوسعادة إلى عامر نشر التوعية. تعتبر حوزة المرور آفة حديثة معاصرة أرقت كل الدول، حتى المتقدمة، حتى المتقدمة أرقتهم هذه الآفة. تعتبر الجزائر من أولى الدول العربية وأولى أفريقيا من ناحية حوادث المرور بمعدل 112 حادث يوميا، 11 قتيل يوميا، يعني الإحصائيات كبيرة. بالنسبة للعام 50 مليار دينار خسائر مادية. بالنسبة لمدينة بوسعادة عندنا 18 حادث ثلاثي الأول 2016، إحصائيات كبيرة جدا. عندنا 2 قتلى، سبب زاحف بشري. السبب العامل الأول في حوادث المرور هو البشر بمعدل 85%. السبب الثاني يعني المركبة 5%، 4% المحيط، 6.16 الظروف الجوية. ولكن نرجع للسبب الأول هو سبب بشري. احنا جينا من أجل التوعية، توعيتكم. حول المرور تحدد خسائر بشريه، ثم النشر. الجزائر تطلب انتم توعون الوالدين توعون، تقعد راكب معاه، انت تقعد رايح البيت، تعرف البيت كيف تقطع الطريق، كيف تقطع الطريق، فين دور، كان قانون مرور. السبب الاول هو الانسان، حواس المرور. السبب الاول يعني كنا نقتنعوا نراجعوا القناعه تاعنا، كنا نقتنعوا تطبيق قانون المرور ما يكونش كاين حوادث، ما يكونش مشاكل. الدور تاعكم هو انتم من الجزائر تنتظر منكم توعوا الوالدين تاعكم، توعوا الوالدين تاعكم، تدرك معاه. يا بابا نقص، تعرف نقص نور عادي جدا نقص بسرعه. كي تقطع في اجزاء طريق انظر يمينا ثم شمالا، شوف هاك يمين ثم شمالا، ترفع يدك تاعك امام السائق وتقع في المجموعه. لو قاعد في المدرسه توجه للبيت، باش تجهز الطريق تكون في المجموعه برفع اليد، تنظر اليمين عند حدود طريق للسيارات. ثاني حاجه راكبين في السياره، راكبين في السياره اعتمد الباب يتفتح دائما مش مقابل الطريق، تكون تاع الرصيف، على بالكم بها افتح باب تاع الرصيف وتنتظر حتى تنطلق السياره، تنطلق المركبه ثم تجتاز الطريق. هكذا حتى تتفادون اولادي، تتفادون حوادث المرور. والسلام عليكم. الشكر موصول للسيد رئيس دائرة أمن بوسعادة. إذا بعد هذه الكلمات التي تلت بعضها البعض، الآن نمر إلى مساهمة فوز الراية في عرض مسرحي يعبر عن ما اجتمعنا من أجله اليوم، وهو السلامة المرورية. تتفضل الفرقة مشكورة.
المنع، نحن الدوائر الحمراء نمنعها بداخلنا. نحن نتكلم إليكم لنساعدكم على الوصول بأمن وسلام. نحن الدوائر الزرقاء، نحن علامات الجبر، نجبر السائق على أن يلبي أوامرنا لننجيه من كل آفات الطريق. نحن علامات الخطر، نحن المثلثات الحمراء، نشكل خطرا على كل من لا يحترم ما نشير إليه. أنا الطريق، يقولون الطريق تقتل، هذا خطأ وظلم لي. أنا لا أقتل أحد، أنا لا أحسد الأرواح كما يتقون عني، فكل من لا يحترم أطفالي لا أحترمه. أنا إشارة طرفي مكتوب على خطي، تجدني في مفترق الطرق، 90% منكم لا يحترمني، أولست جدير بالاحترام؟ الناس يقدرون المسؤولية، احترموني تحترمون الحياة. أنا علامة تحديد السرعة، أناديكم بأعلى صوتي من جوانب الطرق، أحدد لكم السرعة التي تساعدكم على الوصول بأمن وسلام. لماذا تهملونني ولا تسمعون صوتي وأنا القائل الوصول متأخرا خير من عدم الوصول؟ أنا إشارة عدم التجاوز التي يسمونها الدوبلاج. أحدد لك الأماكن الخطيرة والآمنة لتجاوز الدوبلاج حتى لا تعرض نفسك أو غيرك لمخاطر من الطريق. وتذكر دائما أن أولادك ينتظرون رجوعك إليهم بأمن وسلام. هل عرفتم من أنا؟ اتبع إشارتي، اتبع السهم المرسوم بداخلي، تنجى من المخاطر. أنا علامة الممر الإجباري. أنا المدار الإجباري، يعني الرواي. تجدني في كل ملتقى الطرق، أنظم السير، اتبع اتجاهي واحذر يميني. أنا الإشارة المتفائلة من بين إخوتي، لأني أنهي ما منعته أختي من تهديد سرعتي، ولكن دائما كونوا بحذر الانتباه. أنا إشارة لكل المؤسسات التعليمية، أحافظ على تلاميذها. قد يكون ابنك أو أختك أو أخوك، قد يكون جارك أو رجل من رجال المستقبل. خفف السرعة واحذر دائما من عدم انتباه هؤلاء التلاميذ. أنا أسكن عادة في المدينة، أصلح ممر الراجلين حتى يحترمه السائقون. أنصح الراجل بالعبور من فوقي، وأنصح السائق بتخفيف السرعة حتى لا يحدث من حوادث السير المنتهى. المثلث في لغة الطريق يعني الانتباه، وننتبه لهذه الإشارة. بداخل علامة في تنبئكم بوجود ملتقى الطرق. قف وانظر يمينك ويسارك حتى قبل القرار بمواصلة الطريق. هؤلاء بعض من أطفالي، تحترمون الحياة، باحترامهم تحترمون قواعد السير وتساهمون في ازدهار وتطور البلاد. أين أنتم يا إخوتي؟ أين أنتم يا إخوتي؟ أنتم هنا، لماذا لم تخبروني لأكون معكم؟ أعرف بنفسي مثلكم. أين أختي التوأم؟ أين أختي التوأم؟ تعالي إلى جانبي، فأنا لا يمكن أن أقف بدونك. هذه أختي توأمي، لسنا توأمين حقيقيين، لذلك ألبستها أمنا رداء أزرقا وألبستني لباسا أحمرا. اسمها مسموح واسمي ممنوع، فأنا أمنع بالمرور من جهتي وهي تسمح به من جهتها. هدفنا السلام من حوادث السير. كفاكم يا عمورا، كفاكم شرقاء ومعوقين، كفاكم أيتاما وأراحل، كفاكم من حوادث السير، كفاكم من حوادث السير، كفاكم من حوادث السير. شكرا على هذا العمل الذي أقرتم ويقال عنه أنه عمل رائع من خلال
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احسنت الفرقه الاقليميه للدرب الوطني بسيدي عامر بالثلاثي الاول لسنه 2016 حوالي 3 حوادث مميته، وهذا رقم مهول، بل رقم جد مهول. ولهذا يجب علينا ان نتحلى بالثقافه المروريه اولا، واحترام قانون المرور بجميع ما بجميع ما يجب احترام قانون المرور. ولهذا ارتأت هي الدرب الوطني مخطط تأسيسي يشمل مخطط تأسيسي يشمل الحد من حوادث المرور. وشكرا. شكرا لقائد الدرب الوطني سيدي عامر على هذه الكلمه وعلى هذه المعلومات التي قدمها لنا، وهي الحقيقه معلومات تحزن النفس لهذا العدد الهائل من الضحايا الذين سقطوا في سيدي عامر، وبالضبط في طريق الوطني رقم 89 الرابط في شقه الرابط ما بين سعاده وسيدي عامر حتى الى مدينه حد سعاده. نعم شكرا. وعلينا ان نعتذر، فالإنسان الذي لا يعتبر هو إنسان ليس له عقل وليس له قلب. الكلمة الموالية لقائد فوج الراية أو ممثل فوج الراية. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من المهمة التي ألقيت على عامر القشاه الإسلامية الجزائرية باعتبارها مؤسسة ذات طابع النفع العام، وتكملة المسيرة التي بدأتها منذ بداية القرن العشرين، حيث ساهمت في طرد المستعمر الفرنسي وتخرج منها جل قادة الثورة التحريرية المباركة من أمثال العرب المهيدي. ها هي اليوم حاضرة في هذا اليوم المفتوح حفل السلامة المرورية، ممثلة في فوج الراية بسيدي عامر، الهادف إلى التقليل من حوادث المرور التي باتت بحق تؤرق جميع من لهم ضمائر حية. هذه الأخيرة تحصل في السنة آلاف الضحايا، ومن هذا المنظر نؤكد على أن المسؤولية مشتركة بيننا جميعا كمجتمع مدني وأسلاف الأمن ومسؤولين، كل حسب استطاعته واختصاصه، وشعاره في ذلك قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا للجميع. شكرا لممثل القائد او ممثل فوج الرايه بسيدي عامر. الكلمه المواليه للصحافه يتفضل احدهما. لا بد ان تسمع على صوتك. انت او الصحفي جيد التحيه؟ تفضل. الصحافه تعرفونها هي التي تنقل الاخبار، لعل يكونها عما لا يحدث في الطرقات او عن بعض ما لا يحدث في الطرقات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين خاتم الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام. ثم من مجهودات امن مائده سعاده الدرب الوطني الحمايه المدنيه كشريك كونه نحن صحابه تمت المرتبه الاولى وطنيا في القتلى 175 قتيل على مستوى الوطني. حلولين صباح حلولين في القتلى على مستوى واحد في الجزائر وعند الله، 2 في الجرحى، احنا ثانيين جرحى 2193 جريح. ثانيا في الحوادث المرور ثانيا احنا ثالثين، معناها عندنا طريق الوطني رقم 89 هذا تاع سيدي عامر، عندنا 46، عندنا رقم 8، عندنا 70، عندنا 45. هذه الطرق الوطنيه احنا نشملوا ولايه السيدات تشمل من شمال جنوب. كثرت فيها الحوادث وبان كلهم بالصوره. عندنا اكبر حظيره على المستوى الوطني للشاحنات اليوم مقر. مقر الشاحنه اكبر حظيره على المستوى الوطني. هذه المعلومات اللي عندنا. نقولوا الدرب الوطني راه قايم بالواجب تاعو، الامن الوطني، الحمايه المدنيه، دائما العمل الميداني وخاصه يوم المفتوح لاداره الاذاعه الجهويه والتمثيليه. وشكرا. لصحفي جريدة التحرير.
أستاذ صدقة تلميذة غربي عند شاعر الوطن أصابت تلميذة على أن تسمعكم شعرا عن الوطن ولعل هذا اليوم هو يوم من أجل الوطن، فنحن عندما نتكلم عن حوادث المرور هذا دائما يصب في مصلحة وطننا. تفضل التلميذة غربي. بسم الله الرحمن الرحيم. حيي زميلنا التلاميذ والتلميذات والأساتذة جميعا وجميع الحضور. سأقدم شعرا على الوطن وهو قليل على ما قدمت لنا الجزائر. بسم الله. لن نرضى بالحال، لن نرضى بقلتنا، لن نرضى بإيحائنا. سنحارب، سنجاهد، سنناضل، سنعهد أن الجزائر حرة عربية. لن نرضى بالعار وقد وجدنا أحرار، فبأي حق نستعبد؟ نعمل ليلا ونهار. لن نرضى بالاحتلال، لن نرضى دون الاستقلال. ستسقط أرواح وتموت نساء، لكن لن يغنى على الوطن شيئا. التاريخ نادانا والمجد قد حيانا، لنبني أجيال تمشي على قرارنا. لأن بعد قليل إن شاء الله سينطلق البث المباشر من هنا عبر أثير إذاعة مسيرة. إذن العالم يسمعكم. مفهوم كلام يا شباب؟ إذن أنتم أحسنوا الاستماع. لا راني موظف في مصلحة الأمن، أنا راني موظف في مصلحة الأمن. الكلمة تاعي ماذا بيا تسمع، ماذا بيا البرمي ما يكونش شاسوري، الناس تعقب واللي يسوق يتقان يعطوه له البرمي. الكلمة هذه راه ماذا بيا تنشر في الإذاعات كاع. فهمت؟ راح نبداو من القاعدة. ونشوفوا مصالح الأمن ومصالح الوقاية هذه وحوادث المرور، وإن شاء الله تروح حوادث المرور من بلادنا. ننتقل الآن عبد الرحمن مباشرة إلى دائرة سيدي عامر وزميل أحمد بونصلة مباشرة من متوسطة بشوش بشير. كيف هي الأجواء هناك يا أحمد؟ صباح الخير زميلي إسماعيل، تحية صباحية إلى كل المستمعين الأفاضل في هذا البث المباشر الذي ننقل من خلاله فعاليات اليوم المفتوح حول السلامة المرورية في بلدية سيدي عامر. نعم، كيف هي الأجواء هناك أحمد؟ نعم زميلي إسماعيل، في هذه الأثناء نتواجد بمتوسطة المجاهد بشوش بشير، حيث تحتضن هذا اليوم المفتوح برفقة فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عامر ومصالح أمن دائرة بوسعادة، وكذا فوج الراية للكشافة الإسلامية الجزائرية، بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية لوحدة بوسعادة والجمعية الولائية إبداع الطفولة والشباب. نعم. قلت زميلي اسماعيل، قلت هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه إذاعة المسيلة الجهوية بمشاركة الشركاء الفاعلين يتضمن محاضرات ألقتها منذ قليل المصالح الأمنية على التلاميذ، وهي تتضمن طابعا توعويا للحد من إرهاب الطرقات الذي يخفض الأرواح بصفة يومية. هذا اليوم المفتوح حول السلامة المرورية يعد بمثابة التحسيس بالعوامل المسببة في حوادث المرور، حيث نجزم بأن العامل البشري يحتل الصدارة في وقوع حوادث مرور، أحيانا تكون مميتة وأخرى تخلف خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. كذلك نوعية المركبة أو حال المركبة إن صح التعبير، وإن كان لها علاقة بالعامل البشرية، فالسائق الذي لا يراقب المركبة قبل المغادرة يعد مسببا لوقوع الحادث. نعطي مثال في هذا الشأن، مثلا الأضواء الخلفية أو الأمامية للسيارة، كم أوقعت من حوادث مميتة نتيجة تضليل السائق الذي يسير خلفه أو القادم في الاتجاه المعاكس.
بعد ذلك الوضعية المفترئة للطرقات أو المنعرجات الخطيرة والتي غالبا ما تسجل فيها حوادث مرور نتيجة السرعة المفرطة أو التجاوز الخطير. هنا ببلدية سيدي عامر سجلنا في وقت سابق عدة حوادث مرور مميتة كانت محل بث من طرف الإذاعة، وهنا نشير بالتحديد إلى النقاط السوداء عبر إقليم بلدية سيدي عامر، وبالتحديد الطريق الولائي رقم 6 المؤدي إلى بلدية بنزوه. كذلك يوجد منعرج بمنطقة الأسبوع والذي أباد عشرات الأشخاص، بالإضافة إلى الوضعية المهترئة التي تميز الطريق الوطني رقم 89 في شطره الرابط بين سيدي عامر وبلدية بوسعادة. يحضر معي في هذه التظاهرة ممثل أمن دائرة بوسعادة المنظم الأول الضابط سفيان اللي ممكن يعطينا بعض النسب. السلام عليكم. نيابة عن العميد شرطة رئيس أمن دائرة بوسعادة، تعتبر الحوادث المرور آفة اجتماعية معاصرة تعاني منها كل البلدان، ولكن بنسب متفاوتة. فالبلدان الغنية وبرغم من اتساع شبكة طرقها وطولها وضخامة حظيرة المركبات لديها، فإنها رغم ذلك تتحكم بصورة أفضل في هذه الظاهرة وتقلل من أخطارها. أما البلدان المتخلفة فنجدها تعاني أكثر من هذه الآفة لأنها لا تزال دون المستوى المطلوب لمواجهة أخطارها، سواء من حيث تهيئة المحيط أو توفير مركبات أكثر سلامة، ومن حيث التربية والتوعية والقدرة على فرض احترام قواعد السلامة المرورية عبر الطرق. وعليه نعتقد أن الوقاية من حوادث المرور هي التدابير التي يتخذها المجتمع بهدف التخفيف من عوامل الظروف التي تؤدي إلى وقوعها، إذ يعتبر الفرد هو الأساس في الوقاية من أخطار استعمال الطريق، ثم اقتناعه بجدول الالتزام بتطبيق هذه التدابير واتباع تلك القواعد عن قناعة لحفاظا عن سلامته وسلامة غيره، وليس خوفا من الإجراءات الردعية. وبخصوص أمن دائرة بوسعادة نفسي في الثلاثي الأول من سنة 2016 خلف قتيلين، نعم خلف قتيلين و47 جريح. وهنا نرجو من السواق ونرجو ونطلب منهم المحافظة على قانون المرور، وبلغتنا البسيطة الثقة اللي تخليك خليها. تفضل. نعم. زميلي اسماعيل نشير الى الحمايه المدنيه بدورها شريك فعال في هذه التظاهره والتي دائما تكون حاضره في الميدان. كلمه عن هذا اليوم مفتوح مع الرقيب ملكي نور الدين من وحده الحمايه المدنيه ببوسعادة. تفضل سيد النقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نيابة عن رئيس وحدة بوسعادة وتحت إشراف مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة، وحدة بوسعادة اليوم ممثلة متواجدة في متوسطة بشوش بشير بمنطقة سيدي عامر لأجل المشاركة مع الإذاعة الوطنية والشركاء الفاعلين الذاكر الوطني والأمن الوطني وممثلي المجتمع المدني للتحسيس والتوعية من مخاطر حوادث المرور. كانوا الشركاء قد أفاضوا حول هذا الموضوع، حول الوقاية. الحماية المدنية كذلك من خلال هذا اليوم وعدة دورات تحسيسية وحملات تحسيسية أشرنا إلى ضرورة الوقاية من حوادث المرور واحترام قوانين المرور من أجل السلامة المرورية. لكن اليوم تجدر بالإشارة أنه الحماية المدنية تغتنم هذه الفرصة للإشارة لدور الشاهد الأول في الحادث. إذا كانت قدر وحصل الحادث وحصلت خسائر بشريه ما يزيدش الشاهد الاول ولا الفضوليين من خلال التصرف العشوائي نتاعهم لاخراج الضحايا ولا سوء التبليغ ولا اهمال عنصر فعال في سلسله الاسعاف اللي هو من الحمايه المدنيه الى المستشفى ينسى التبليغ، يقوم باسعاف الضحايا ثم يقوم بالتبليغ مما يؤثر على صعوبه اسعاف الضحايا. ولهذا تجدر الاشاره الى ضروره اتباع سلسله الاسعاف اثناء حوادث المرور. تصرف الشاهد الاول مهم جدا انطلاقا من تامين الحمايه. اذا كان في حاله مرور اول حاجه لازم يامن الحمايه، بمعنى يقوم باشعال الغمازات من اجل التحذير لوجود حادث، لانه قادر احتمال يوقع حادث ثاني. لو كان ما نديرش المثلث النجدة على بعد 200 متر وما نديرش غمازات على السياره فوتوتراس على بعد 200 متر قد ممكن يحدث حادث ثاني تقع فيه ضحايا اخرين وخسائر اخرى. الشيء الثاني اللي نامنوا به الحمايه انه نتوجهوا الى السياره ونقطع
التيار الكهربائي سواء بتوقيت تشغيل المحرك او بنزع اسلاك الكهرباء، وهذا من اجل تفادي اشتعال السياره ووقوع اصابات اخرى. الشيء اللي بعده يجب تثبيت السياره اللي تعرض لحادث المرور من اجل تفادي التحريك تاعها. ثم بعد تامين الحمايه مباشره يقوم الشاهد الاول بالتبليغ. التبليغ يكون عن طريق الرقم الاخضر سواء الحمايه المدنيه رقم 14 ولا ارقام الوحدات الحمايه المدنيه، او الرقم الاخضر للدرك الوطني 1055 او الرقم الاخضر للامن الوطني 1548، لانه التبليغ هو الشيء الثاني بعد الحمايه. كيبلغ الشاهد الاول ثم يتوجه للاسعافات، ما يقدمش الاسعافات ثم يتوجه للانذار. بعد ما يبلغ الشرط في التبليغ انه تكون المعلومه كامله وصحيحه، بمعنى صحيحه يعني تكون تبليغ مباشر عن الحادث، معلومه كامله من حيث طبيعه الحادث، من حيث المكان بدقه، ومن حيث احصاء اجمالي، يعني نظره اجماليه، صوره فوتوغرافيه حول الحادث من حيث عدد الضحايا، وهذا مش من اجل تسهيل المهام الحمايه المدنيه، من اجل وصول الاسعافات الحمايه المدنيه. اذا كان بلغتي على حادث وتقول لي كاين حادث في منطقه سيدي عامر وتوجه الحمايه المدنيه بسياره اسعاف وشاحنه اطفاء، كي نلحقوا لعين المكان نلقوا 7 ضحايا ولا 8 ضحايا، راح نطلب الدعم سياره اسعاف اخرى، مما يؤدي الى الضحايا الباقيين يتطلب مده اكبر للنقل تاعهم والاسعاف تاعهم. بعد الانذار الصحيح والشامل والكامل ياتي تقديم الاسعافات الاوليه، ولهذا تنوه المديريه الحمايه المدنيه بضروره المشاركه في الدورات التكوينيه حول الاسعافات الاوليه، سواء التي تنظمها مديريه العمل الحمايه المدنيه تحت شعار مسعفون الاسره، في اطار حملات تحسيسيه من اجل تقديم الاسعافات الصحيحه والمناسبه، لانه إذا كان قدم تصرفات خاطئة ممكن تسبب إصابة مضاعفة للضحايا المتواجدين في مكان الحادث. وفي الأخير تبقى الوقاية خير من العلاج، وشكرا. نعم. من الشركاء الفاعلين زميل إسماعيل فوج الراية للكشافة الإسلامية الجزائرية هنا ببلدية سيدي عامر، شارك هذا الفوج بعمل مسرحي أبدع فيه ونال إعجاب تلاميذ المتوسطة، حيث تنكر أشخاص المسرحية في زي إشارات المرور وكيفية التعامل معها من طرف السائقين. مزيد من التوضيح مع قائد وحدة الفوج السيد قاسم الله. تفضل. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من المهمة التي ألقيت على عاتق الكشافة الإسلامية الجزائرية باعتبارها مؤسسة ذات طابع النفع العام، وتكملة للمسيرة التي بدأتها منذ بداية القرن العشرين، حيث ساهمت في طرد المستثمر الفرنسي وتخرج منها جل قادة الثورة التحريرية المباركة من أمثال العرب بن مهيدي. ها هي اليوم حاضرة في هذا اليوم المفتوح حول السلامة المرورية، ممثلة في فوج الراية بسيدي عامر بقيادة الأستاذ ربوعي محمد، والهادف إلى التقليل من حوادث المرور التي باتت بحق تؤرق جميع من لهم ضمائر حية. هذه الأخيرة تحصد في السنة آلاف الضحايا. ومن هذا المنبر نؤكد على أن المسؤولية مشتركة بيننا جميعا كمجتمع مدني، أسلاك الأمن مسؤولين كل حسب استطاعته واختصاصه، وشعارها في ذلك قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك باسم فوج الراية بسيدي عامر تقدم بطلب إلى جميع السائقين يجب تطبيق قانون المرور، لذلك فهو أمان للسائقين، لكل السائرين في الطريق، كذلك لكل المواطنين. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لذلك على الجميع تطبيق قانون المرور، وذلك من أجل سلامة الجميع. تذكروا دائما أن أبناءكم في انتظاركم، فالنقص في السرعة زيادة في الأمان، في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. فقانون المرور الجزائري الملخص منه هو حماية السائق وحماية المواطنين الجزائريين. شكرا للجميع. زميل إسماعيل، نعم. من المصالح الأمنية ذات المساهمة الفعالة فرقة الدرك الوطني ببلدية سيدي عامر، والتي دائما حاضرة مع الحدث. كلمة للسيد المساعد بولعيس الثانية. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار الحمله التحسيسيه والتوعويه من حوادث المرور، ساعد قياده المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بالمسيله ان تنظم يوم تحسيسي على مستوى متوسط الشهيد بشور.
هذه الحوادث هناك عدم احترام قانون المرور، والعواقب الناجمة عنها هناك يتامى وأرامل ومعاقين بكثرة. وعلى مستوى إقليم اختصاص بلد فرق الدرك الوطني في سيدي عامر، هناك في الثلاثي الأول لسنة 2016 6 حوادث مرور، منها حادث مميت كما تمت. ومن أجل هذا وضعت القيادة حملات تحسيسية أخرى تتمثل في التوعية لدى السواق في الطرقات وتقرب من المواطنين بكثرة، وفي الأخير تبقى الوقاية خير من العلاج. زميل اسماعيل، نعم، نشير فقط الى فئه اخرى وهي التلاميذ بدورهم لهم مسؤوليه في هذا الجانب من خلال السير في ممر الراجلين. نعم، لو امكن يعني اراء التلاميذ يعني. ايه، هم حاضرين معي بعض التلاميذ، حنشوف اصداء بعض التلاميذ. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أحيي وأرحب بضيوفنا الكرام لعلنا بحضورهم نفيد ونستفيد، وأقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله أن تكون هذه الحملة وقاية لنا، وأن تساهم في التقليل من الأضرار والضحايا التي تنجم كل يوم ودقيقة وثانية بسبب حوادث المرور التي باتت جزء من حياتنا اليومية وبها السبب وعدم احترام إشارات المرور وقواعد السياقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، حوادث المرور أمر شائع في الجزائر، وأدى إلى حفظ المئات من الأرواح وترك الكثير من الأشخاص معاقين ويتامى وأرامل. حوادث المرور لها أسباب، منها القيادة المتهورة وعدم احترام إشارات المرور والسرعة الفائقة وما إلى ذلك، والطرق المهترئة والغير المعبدة، وعدم التكوين الجيد لمدارس السياقة، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم وضع الإزام الأمان، والتكلم بالهاتف أثناء السياقة، وهي أسباب شائعة. وأنا أوجه رسالتي إلى جميع الناس صغارا وكبارا، وأطلب منهم احترام كل ما يلزم عليهم، كما أنني أشكر وحدات الأمن والحماية المدنية على كل ما بذلوه من جهد، ونطلب منهم المزيد. فقط نشير زميل اسماعيل الى ان الجمعيه الولائيه ابداع للطفوله والشباب شاركت في هذه التظاهره بتوزيع ازيد من 600 مطويه على السائقين. من هنا يبقى الحذر، ثم الحذر اثناء السياقه، لان التبعات ستكلف اما موت او حياه اعاقه، وفي كلا الحالتين خسران لاعز ما يملكه الانسان، العمر او الصحه، حيث وجب على السائقين المحافظه على ارواحهم وارواح الاخرين، لانها مسؤوليه امام الله وامام الناس وامام الضمير. وفي الأخير نشكر زميل إسماعيل كل المساهمين في هذا اليوم المفتوح من مصالح أمنية، شرطة ودرك، كذلك الحماية المدنية لفوج وحدة بوسعادة، فوج الراية الكشافة الإسلامية الجزائرية في سيدي عامر، جمعية إبداع للطفولة والشباب، والشكر للأشخاص والشكر الخاص للقائمين على متوسطة بشوش بشير ببلدية سيدي عامر من مدير وأساتذة ومراقبين وعمال وكذا التلاميذ. شكرا للجميع، واليك الخط زميل اسماعيل. ومشكور، تحيه موصوله لك زميلنا احمد بونصلة، كنت حاضر معنا مباشره من دائره سيدي عامر، بالتحديد من متوسطه بشوش البشير، نقلت لنا اجواء وفعاليات هذا اليوم المفتوح للتحسيس باخطار وحوادث المرور.